ليش أنت سميت أيوب أغاني أيوب؟ ليش؟ لأن أغاني أيوب مش مشتهرة يعني. أو كم مغني اسمه المعطري خطبت عليه أنا في السبعينات بخطبة العيد، وكان أصحاب البلاد لأول مرة يسمعوا هذا الكلام، إنه كان الأغاني عندنا مثل الماء عندنا يقولون مثل القرآن. وأنا جلست بحلقة الشيخ عبد الرحمن قحطان، روحت البلاد وخطبت العيد وقلت لهم الأغاني حرام، وديت لهم أغنية المعطري. أغنية المعطري يقول لحبيبته: إن كان لي دين ورب فأنت لي ديني وربي، إن كان لي عيب سترتي وإن كان لي ذنب غفرتي. وديت لهم العبارة بالخطبة. هذا انتهى. السماء أينه؟ أبو بكر سلام الفقيه أينه؟ أيوب أنا لا أنتقد مسألة الفنان، قد قلت له قد مريض. الترويج، السيارة التي تحمل الأشرطة أيوب بالاحتفالات، بالتجمعات، بالمؤسسات، بالمناسبات، يعني ثم أيضا بالجبهات. هذا الذي ليش أنا ذكرت أيوب؟ لأنه يعني لأن الأغاني حقه مشهورة، ومش هذا وبس، صبغوها بصبغة الأناشيد الوطنية. هذه أكبر. حتى واحد صاحب مقلب الله يجزيه خير، لكن يتفاهم بعدين رجع قال لي إن شاء الله ما أسمع أغاني. وقلت له جزاك الله خير. يعني هذا يقول لي: يا أخي أنا أسمع الأغاني الوطنية. يقول الأغاني الوطنية، شوف يا إخواني، من الأغاني الوطنية حق أيوب. هو طبعا يلحن، وأحيانا الذي يشعر له واحد آخر. يعني من ضمنه يقول: لا شيء يرد خيالي حتى القضاء والقدر. القضاء والقدر ما يقدرش يردك. يقول: يا حبيبي، يا حبيبي لن نتوب، ليس في الحب ذنوب. يقول: يا حب يا تسبيح وجداني وروحي للإله، يا حب خالطتك بإيماني وصليتك صلاة. يقول يقول للوطن: عبدناك بعد الله وليس سواك بعد الله يعبد. عبدناك يا وطن بعد الله وليس سوى الله يعبد، يعني ما في سواك يعبد، ما تعبد الا انت والله، الوطن والله. يجوز هذا يا اخواني؟ ايش رايكم؟ هل جائز هذا؟ يشركوا مع الله؟ طيب هذا تتربى عليه اجيال. يعني يقول: يا سماوات بلادي باركينا. هل البركة تأتي من سماوات بلاده أم هي من الله عز وجل؟ يقول: صبرت صبر أيوب، لا، صبر أيوب لا يساوي صبري على حبيبي. وهذه رد عليه عبد الحميد كشك. يقول: لك روحي كله يا يمني، لك جهدي في سباق الزمن. طيب ماذا أبقى لله عز وجل؟ يعني يقول: صليت للحب وكان الحب للقلب محراب. أما واحد بنت أمس تعمل لي رسالة تقول لي: أغاني فلان أفضل من خطبك على 100 مرة، أما أيوب فهو الإله حقنا. والله هكذا. وامرأة أخرى تقول: لا تؤذون في آلهتنا، لا تؤذون في آلهتنا. إخواني هذا نسكت عنه. كيف يعني هنا؟ ما هو هذا؟ يقول لي هذا رمز وطني. طيب الرمز الوطني يعني لا يسأل عما يفعل؟ طيب إذا كان رئيس الجمهورية من حقي أنتقده، ورئيس الجمهورية مش رمز وطني. يعني الزبيري إذا أخطأ ما انتقدوش، الزبيري مش رمز، ولا فلان ولا فلان. كم يا رموز ما انتقدهمش هؤلاء، لأنه يعني يباح لهم ما مش هكذا. هذا بشر أخطأ يبقى يقال له أخطأت. وإحنا الآن لا نناقشه شخصه، قلت لكم هو مريض بتركيا. يعني إحنا نناقش الترويج لمن يروج للأغاني حقه، لمن يركب الميكروفون بالسيارة ويمشي بالشوارع، لمن يعني ينشر في الاحتفالات والاجتماعات والمناسبات. قال لك هذا النشيد الوطني، هذا لحن النشيد، لو لم يكن له إلا لا. والنشيد الوطني ما هو النشيد الوطني قد افتى يعني الشيخ فاضل بالآية القرآنية والحديث النبوية. ما في عندنا حاجة غير النشيد الإسلامي. شوفوا الأناشيد السورية كيف هي، يعني ما فيش حاجة دي.